4 3 2 1 engage. مع اقتراب شهر رمضان الكريم بدأت معظم محافظات مصر في تجهيز معارض أهل رمضان استعدادا لشهر رمضان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور لمواجهة موجة الغلاء. لكن هل بعد إقامة المعارض دي أثبتت المعارض فعلا إن في جشع لدى تجار التجزئة زي ما انتشر في الآونة الأخيرة، وإنهم بيستغلوا الناس وبيبالغوا في أسعار المنتجات، أم أثبتت فعلا وأكدت إن في موجة غلاء حقيقية داخل جمهورية مصر العربية؟ ده اللي هنشوفه من خلال عرضنا مع بعض لمجموعة من الأسعار داخل أحد المعارض في محافظة كفر الشيخ، لكن بعد ما نشوف التقرير الجاي. بدل في كتير من الاسعار، وطبعا في بس فيها هو وعندنا برضه الجبن، هتلاقي جبنه رومس ربع كيلو عامله 14 ونص بدل 15 ونص، يعني فرق بسيط، ولكن هنا المواطن بص الفرق جبنه عبور الاكل 28 بدل 30 كيلو، ودي نص كيلو 28 ونص بدل 30 كيلو ونص، جبنه برضه جنبه 21 بدل 25 أو فرق فرق. فإذا هنا النهارده طيب بعد ما استعرضنا مع بعض تقرير لأحد المعارض، تعالوا نشوف مع بعض أسعار المنتجات داخل المعرض اللي احنا استعرضناه حاليا. هنلاقي حاجة زي حليب المراعي الواحد لتر ب28 جنيه ونص، حاجة تانية زي الكلور ب3 جنيه ونص، حاجة تانية زي البريل 700 جرام ب10 جنيه. لو رحنا مثلا لمكرونة خطيرة هنلاقيها ب5.5 بدل من 7 جنيه. سمنة كريستال ال2 كيلو ب98 جنيه. سمنة الهانم ب49.5. شاي الفوازير ال100 جرام ب14 وربع. السمنة 2 كيلو ب89 جنيه. حلاوة البوادي النص كيلو ب26 جنيه ونص. حاجة تانية زي عسل البوادي برضو ب26 جنيه. التونة ب17 جنيه. وهنقيس على كده معظم او كل المنتجات الموجودة زي ما احنا شايفين على الشاشة. بنستعرض لحضراتكم مجموعة من الاسعار. طيب هل الاسعار اللي انتوا شايفينها قدامكم على الشاشة دي من وجهة نظركم بتدل فعلا ان في جشع واستغلال لدى تاجر القطاعي، ام ان الاسعار الموجودة في السوق هي اسعار طبيعية نتيجة الغلاء المستمر او الحالة الاقتصادية والوضع الاقتصادي في العالم؟ انا من وجهة نظري ان فروق الاسعار دي طبيعية ومنطقية. يعني لما تكون الاسعار دي في المعارض اللي هي المفروض بتبيع يا اما بسعر المصنع او بسعر جملة الجملة، لان الموجودين فيها اما تجار جملة الجملة او منافذ للمصانع مباشرة زي مصنع السكر او مصنع الزيت. لما يكون الفرق بين هنا وبين تاجر القطاعي 2 و3 و4 وجنيه و5 جنيه، فاعتقد ان ده شيء منطقي وطبيعي جدا. ما هو تاجر القطاعي معلش مش فاتح مشروع ومكلف نفسه ومأجر وعمالة وكهرباء، ومحتاج هو كمان ياكل عيش علشان يبيع بالسعر اللي بيجيب بيه. فلما يكون بالاضافة ان في بينه وبين تاجر الجملة او بينه وبين المصنع يا اما مندوب يا اما مندوبين على البضاعة ما بتوصل له، فمش هو لوحده اللي بياكل عيش من 5 جنيه، لا ده في كذا واحد في السكة لسه. فلما يكون الفرق الضئيل ده هو الفرق ما بين البيع او ما بين الاسعار اللي بنشوفها في السوق والمعارض، فاعتقد تجار التجزئة واصحاب المحلات الصغيرة معذورين ومظلومين فيما ألقى عليهم من اتهامات ان هم
بالاستغلال وخلافه زي كلنا ما تابعنا وشوفنا في الفترة الجاية. بنتمنى من ربنا ان موجة الغلاء دي تنتهي وتعدي على خير، وكل عام وحضراتكم بخير، والى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله.